مين هو المشتري العاطفي بالظبط؟ والنقط دي كالتالي: ايه هو مفهوم المشتري العاطفي؟ ايه هي خصائص او صفات المشتري العاطفي؟ ايه هي اسباب شراء المشتري العاطفي؟ وهديك شويه امثله عمليه جدا على سلوك المشتري العاطفي، وهعرفك ايه هي استراتيجيات الشركات لاستهداف المشتري العاطفي وبامثله عمليه. واخيرا هعرفك ايه هي اهميه ان الشركات تفهم ماهية المشتري العاطفي، ليه الشركات مضطرة تفهمه كويس قوي. اولا مفهوم المشتري العاطفي. بص يا سيدي، المشتري العاطفي او الايموشنال باير هو الشخص اللي بيتخذ قرارات الشراء بناء على مشاعره واحاسيسه مش على المنطق او الحاجة العملية للشيء اللي هيشتريه. والنوع ده من المشترين بيكون اكثر تأثرا بالتجارب الشخصية والعلامات التجارية والرسائل اللي بتثير عنده ارتباط عاطفي. الناس دي بتشتري المنتجات او الخدمات مش بس عشان هي بتلبي احتياجات عملية عندهم، ولكن لأنها بتخليهم يشعروا بالسعادة والراحة والثقة وأحيانا حتى الانتباه. ثانيا، ايه خصائص المشتري العاطفي؟ تحس ان المشتري العاطفي له مجموعة من الخصائص او الصفات اللي بتميزه عن غيره كالتالي: اول حاجة تلاقيه بيركز على التجربة اكتر من المنتج نفسه. المشترون العاطفيون بيميلوا دايما لاختيار البراندات اللي بتقدم تجربة شراء مميزة، زي البراندات اللي منتجاتها مثلا مغلفة تغليف فاخر او عندها خدمة عملاء استثنائية ومميزة جدا. تاني حاجة من خصائص المشتري العاطفي انه بيحب قوي الاعلانات اللي بتحكي قصص مؤثرة او بتسلط الضوء على القيم الانسانية زي الحب، العائلة، النجاح. تالت حاجة بيرتبط بالبراند او العلامة التجارية عاطفيا. يفضل المشتري العاطفي دايما التعامل مع البراندات او العلامات التجارية اللي بتثير لديه شعور بالانتماء او الثقة. رابع حاجة، المشتري العاطفي ممكن يشتري لتحسين حالته المزاجية. المشتري العاطفي ممكن يلجأ للشراء فقط كوسيلة للتخلص من التوتر او عشان يحفز نفسه بعد يوم عمل شاق او بعد هدف هو قدر يوصل له بعد ما حطوا لنفسه مسبقا. ثالثا، ايه اسباب شراء المشتري العاطفي؟ المشتري العاطفي لما بيقوم بعملية شراء يا جماعة غالبا بيكون لسبب من الاسباب اللي هنقولها دلوقتي. اما انه يحقق الاشباع النفسي، زي انه يبحث عن المنتجات اللي بتعزز شعوره